بسم الله الرحمن الرحيم. أنا وليد حجاج صائد الهاكرز. في الفترة الأخيرة اليومين اللي فاتوا تم تداول خبر على لساني في كلام أنا قلته. هو صحيح أنا كنت قلت الكلام ده، بس قلته بشكل يختلف تماما عن العنوان اللي محطوط على الخبر، وبدأت تتناقله المواقع الصحفية وبتتناقله مواقع السوشيال ميديا، بإن أنا بقول للناس إزاي تتجسس على بعضها. طبعا أنا ما قلتش كده، وعمري ما بقول الكلام ده في أي مكان بتواجد فيه، ولا محاضرة ولا قاعدة مع حد حتى، ولا أي حاجة من الحاجات اللي يعاقب عليها القانون، أو إن هي حاجات ضد الدين والمبدأ والأخلاق عامةً. المضمون كان بيقول كمثال إن في ناس بتسيء استغلال التكنولوجيا وبتعمل كده، وده كان في الجملة اللي قبل الجملة دي على طول. بس نظرًا إن الناس حطّت الخبر بشكل يوحي في مضمونه إن أنا باقول طريقة، وكتبوا في الخبر والطريقة أهي. أنا ما قُلتش طُرق، ولا قُلت أسامي برامج، ولا قُلت مواقع تحديدًا، ولا حاجات فنية إزاي بتتعمل. ده كان مجرد مثال باستشهد بيه، لمجرد إن ده حصل قبل كده، وفي حد كان جالي ولجأ لي. وبرضه في نفس الحلقة أو الفيديو المنشور قُلت في الآخر إزاي تقدر تمنع إن ده يحصل، وإزاي تمسح من على جهازك لو أنت شاكك إن ده ممكن يحصل. الهدف مش إن الناس تتجسس على بعضها، الهدف إن الناس تعرف وتعي إن التكنولوجيا دي سلاح ذو حدين، وإن في أخطار كتيرة جدًا ممكن ناس تسيء استغلالها. وده كان ما هو إلا مجرد مثال لبعض الحالات اللي كانت جات لي، فكنت باذكر إن ده بيحصل. لكن مش الهدف منه خالص إن الناس تقول إن أنا باقول طريقة أو إن أنا باعمل كده. في النهاية أنا حابب إن أشكر كل وسائل الإعلام وكل وسائل الميديا وكل الصحافة اللي بتتناقل أخبار. بس كان ليا رجاء صغير، يعني إن ما يتحطش في العنوان ودي الطريقة. يعني بيتقال في الخبر إن عايز تتجسس على مراتك، خبير تكنولوجيا بيقول إن دي الطريقة. أنا ما قلتش طريقة، أنا قلت دي حاجة بتحصل، زي أي حاجة وحشة بتحصل في بلدنا لازم نبقى عارفينها عشان نخلي بالنا منها وما نقعش ضحية ليها. ده كان الهدف، ولذلك وجب التنويه علشان ما حدش يسيء فهمي ويفتكر ان انا بشجع على حاجه مش كويسه. وليد حجاج صائد الهاكرز، بشكركم جدا.